محاولة جديدة لإطفاء الحريق، فالأغلبية البرلمانية قررت إعادة صياغة المادة 24 ضمن مشروع قانون الأمن الشامل، تلك المادة التي أشعلت شوارع باريس غضبا واحتجاجا. بحثا عن حل للأزمة، استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عجل وزيري الداخلية والعدل ورؤساء المجموعات البرلمانية لفرق الأغلبية. جرى الاجتماع خلف أبواب موصدة، لكن ما تسرب منه يشير إلى أن الرئيس ذكر الجميع بأنهم وضعوه في ورطة هو في غنى عنها، وكان الحل بالتراجع خطوة إلى الوراء. سنقترح إذن صياغة جديدة كاملة للمادة 24 كي تستجيب للهدفين الموضوعين. هذه الصياغة ستكون في إطار عمل جماعي ل3 مجموعات برلمانية، مع ملاحظة أن الاختيار التشريعي الذي قمنا به قد خلف اضطرابا. بدا واضحا أن الحكومة أخذت من حيث لم تحتسب، فحجم مظاهرات يوم السبت فاق كل التوقعات. لم يكن ينقص سوى هذه الصور ليحسم المترددون بشأن هذه المادة أمرهم، وليندفع عشرات الآلاف إلى الشارع للتنديد بعنف الشرطة، بينما قررت المحكمة توجيه الاتهام لعناصر الأمن المتورطين في هذا الاعتداء. إن طلب إيداع ضباط الشرطة رهن الاحتجاز الاحتياطي جاء بالنظر لخطورة الجريمة وظروف ارتكابها ومدى الضرر الذي تسببوا فيه، وتجنبا لخطر التوافق بين الجنات أو الضغط على الشهود. بين السياسة والقضاء بدت علاقة الرئيس والحكومة وقد انكسرت بجزء من الشارع، فالرافضون لهذا المشروع كثر بدليل الاحتجاجات الصاخبة، ومناصروه يشكلون قاعدة انتخابية أساسية للرئيس على بعد عامين فقط من الانتخابات. فكيف العمل؟ قرار الأغلبية البرلمانية إعادة صياغة المادة المثيرة للجدل جاء بمثابة رسالة تهدئة، لكن الشارع الفرنسي الغاضب لا يبدو مستعدا للقبول بأقل من إلغاء المادة المثيرة للجدل، ومعها كل الممارسات العنيفة لبعض أفراد الشرطة. محمد البقالي، الجزيرة، باريس.